بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الكريم. هكا اليوم طليت عليكم حبيباتي غالياتي بحاجة حلوة. لو تارتلات نتاع الخوخ سهلين، غير بملعقة واحدة نتاع المارغرين. يعني في وقفة بإذن الله بتوجديهم، يعني بدون تعقيد، بدون يعني بأبسط عجين وبأبسط مكونات. يعني نقولوا بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ في الوصفة تاعنا. عندك تشوم ملعقة مارغرين عمرتها مليح، وملعقة فاني، وثلاث ملاعق من السكر. انا استعملت السكر العادي، ما كاش عندي هذاك السكر غلاس. اللي عندها سكر غلاس دير ربعة، يعني جهة ثاني سهلة ما تطولش في هي تخدم في العجين. حبة بيض من الأحسن تكون شوي صغيرة، لأن الكمية نتاع المارغرين ماهيش كبيرة. أنا الكمية هذه عطاتني ثمن تغطولات. خطاكش أنايا المولات تاعي من يعني أنسيان موديل، يعني من الموديل اللي هو قديم. عندي وحدة تاع 10 وواحد تقريبا تاع 8، يعني شوية كبار. رشت الملح وربع ملاعق من الزيت ونبدا نخلط. انا استعملت يدي هكذا سهله، لان المارغرين كنت خرجتها قبل من وقت، يعني من الثلاجه، فكانت شويه طريه ثم يعني ذابت، ما ادتليش الوقت. كما قلت. ومن بعد ذوبت هذاك السكر مليح، كعود سكر غلاس هكاك وما تتعبيش ياسر. وبديت نضيف الفرينه ودرت نص ساشي نتاع لا ليفيوب، يعني كانت اقل من ربما حتى من نص ساشي. ما تشوفوهاش هكذا باسكو راني كنت دايرتها مع الساشي في العلبه تاع الفرينه، خدمت بها بقى لي شويه، حطيتها مع الفرينه. يعني ما تقولوش بلي راهي ساشي كامل. نعرفوا لي تخطيلات ما يحبوش الفرينه الاخرى الخميره ياسر ونشا، يعني بزوج حوايج ما ديريهم لهمش ابدا، يجوك ناشفين بصح ما ديريش الخميره كثيره، اولا يتحلوا ويتنفخوا حتى من الشكل تاعهم يفسد. اما النشافه هو يطريهم كثير كثير، ما يقدروش يهزوا لك الحشو مهما كان هذاك الحشو دائما فيه نسبه من السوائل فهي طراو. كملت هكا لميتها. استعملت كيما شفتوني لاباط اللي سهله، هي لاباط سكري اللي هي اسهل بات، يعني الناس كامل تعرف ديرها، خير من لاباط بغيزي هذيك شويه معقده، مش معقده كثير، ولكن انا دائما نحب هذه لاباط تجيني سهله هكذا في خدمتها. جبت ليمول تاعي، هذا ما قلت لكم راهم تقريبا 8 عندي، ودوك تشوفوا لي قدم عندي قدم هذم فيهم 10 قدم يعني لهم سنوات هما عندي. تعرفوا الطفله كي تزوج اخي تدي حوايجها، كي تعلمت الحلوى ديتهم معايا، سما رحت جبتهم من دارنا، سما قعدوا عندي، يعني فوق من شريتهم زادوا قعدوا عندي، يعني عندهم سنوات هما عندي. هذو جدد شريتهم موديل جديد، ولكن شويه جايين كبار. كاين اللي صغار اللي دير هكذا من هذوك الصغار تاع لي ولا 4 سنتيم، هذوك يجوا يعطوها كميه اكثر، ممكن يعطوها 12 حبه ولا 13 حبه، يعني المقدار هذا تشوفوا فيهم. حاولي شويه تخشني لهم سختو من تحت، انا دائما من تحت نحاول نخشن لهم، يعني ما نخليهمش هذوك رقاق هكذا باش يقدروا يهزوا لك الحشو. اثقبتهم كامل. هذم اللي هما تحت هما اللي من النوعيه الكبار اللي كانوا عندي قبل، ودخلتهم يطيبوا حمرين شويه هكذا، ونروحوا يعني للعمليه الثانيه اللي هي الخوخ. قلت وقت الخوخ وهذا وقته، يعني السومه تاعو راهي رخيصه، نستفيدوا منه هكذا من اننا ناكلوه بشكله طبيعي، يعني نديروا منه تحليات، نديروا منه كذلك هكذا طاغتولات. اولا بديت هكذا، جبت الخوخ بديت نقطع فيه، يعني كل واحد الكميه اللي يحوس عليها، ديري 6 حبات 7 8 قطعيهم شويه رقاق. حنا هذم دوكا نميكسيوهم باش نديروا بهم هما الكريمه. كملت هذه الكميه كما راهي هكذا. جبت هنا طاس، هذا ممكن عندك اشواق تستعملي اشواق ولا بغا ميكسور، هذا من زوج راهم تخدمي بيه، اي حاجه عندك ديري بها. حطيت الخوخ، زدت معاه 2 كيسان نتاع حليب،
زوج كيسان نتاع حليب، نوري لكم فيها مليح. زوج كيسان نتاع حليب، كذلك فاني. هنا فاني من الاحسن اللي عندها عطر الليمون احسن من الفاني. كذلك زوج مغارف سكر. ممكن اللي تحب الحلاوه، انا جاتني الحلاوه تاعهم مليح، ممكن اللي تحب الحلاوه تروح حتى 4 مغارف نتاع سكر، بصح انا نقول هكذا خير. عندي زوج مغارف وعندي 3 مغارف انشا، 3 مغارف انشا هكذا، 3 مغارف انشا وتمكسي كلش. هذه زدتها شويه، 3 مغارف انشا وتميكسيه كامل. اللي قلت اللي ما عندهاش دير في الاشواغ ولا دير عندها بغا ميكسر، يعني اللي ما عندهاش عندها الاشواغ تميكسي كلش، ومن بعد نفرغوا فيه في كسرونه ونحطه فوق النار. حطوه فوق النار هكذا ونقعد معاه، ما تخليهش خطا فيه نشا وفيه هذاك الخوخ مثقلو. دوك تحصلي على كريمه ماهيش كيما الكريمه العاديه اللي هي في ثمثم تثقال لك، لان الخوخ شتي البيري هذاك اللي يعطوه لولاد صغار تقريبا كيما هكاك تحصلي عليها. من بعد كي تجمد تشد روحها شويه. في نفس الوقت طيبت، يعني لما دخلت هذوك ولتي تندير في الخوخ ما طابوا هذوك، كنت الكريم هنوريكم القدم هذوك تاوعي كيف كانوا، شتو كيف ولاو عواجو، بصح مازالوا يطيبوا. ما ندير لهم فرينه، ما ندير لهم حتى حاجه، يعني مالفه نطيب فيهم فما يلصقوليش. يعني على الحاجه اللي وش يعني كيفاه مالفه فيها، اللي يلصقوا لها دير لهم شويه تاع فرينه ولا شويه تاع دهنوا بشويه زبده وفرينه وطيب فيهم. عمرت هذوك لي طاختولات بالكريمه هذه، قلت لكم تقريبا في نفس الوقت، يعني ما يعودش هناك اختلاف. والكريمه اللي بقات حطيتها في صحن وغطيتها، وطبعا خليها تنحي هذيك سخانه ومن بعد دخليها للفريجيدير ساعه ساعه ونص. يعني انايا قعدوا واحد ساعتين كامل بالنسبه للطاختولات اللي في الكريمه اللي في الطاخت. ولا هذا مزد دفت لها هنايا 4 ملاعق من الشانتي هنا باش تعطينا كريم موس تجي خفيفه نزينوا بها من فوق. حبيتي الكريمه كامل ديريها بالطريقه هذه، يعني لك الاختيار، يعني كامل كما طيبيها فرغيها في اناء وغطيها ومن بعد ديري لها واحد الكاس تاع الشانتي، وكي تبرد خلاص كيما تبرد خلاص ديري لها كاس تاع الشانتي وتبدي تضربي فيها ثاني تجيك ثاني مليحه وخفيفه. اللي ما يحبش نقولوا حنا الكريمه الاخرى، ولكن هنا باش يعود زوج طبقات. الكريمه هذه ماذا بك تكون خفيفه، كتوني زدت لها شويه حليب، ما تكونش ثقيله، تعود شوي خفيفه. وجبت لابوش لادوي تاعي رقم 6، لادوي تاعي رقم 6 يعني مليحه مسننه. وجبت لي شوفوا كيفاه جامدين شادين رواحهم. درت زوج اشكال، يعني اللي عندها حتى لو كان كريمه حاجه قليله. درت زوج اشكال، درت الاول الكريمه هذه هكذا بالشكل هذا، جاو بنان جاو خفاف روعه. ولا يلخوخ في الكريمه هذيك يعني بنين تاع الصح، تحسي تاكلي في حاجه اخرى ماشي الخوخ. هذه الشكل الاول. كذلك هنا استعملت شويه نتاع عسل، يعني في بلاصه الناباج هكذا باش الفاكهه تاعك قد ما تطول في الفريجيدير ما تليثش وما تذبلش. فهمتوني كيف علواه؟ مش حتى عسل ولا حتى عسل مطيبات ومش مشكل هكذا يدخل ما يخليش هذاك الفاكهه تاعك تذبل لك. هكا تزيين كان، يعني كل واحد كيف يزين بالشكل هذا. الشكل الثالث الشكل الثاني تشوفوني درتهم، يعني قلت لي ما يحبش الكريمه كثيره، يحب يعني الكريمه الشانتي تعود عنده حاجه قليله فقط، يعني حاجه قليله تنقصي من الكريمه هذيك ولا طلعي هذاك الشانتي وحدها وزيدي معاه شويه من الكريمه هذيك. تزيين هنا كنت مع الاول زينتهم هكذا بشويه تاع الخوخ، شرائح الخوخ،
ومن بعد دوك تشوفوا الكريمه ما كثرتش فيهم هكذا. تستمتعي بكريمه الخوخ، يعني اللي يحبوا يذوقوا كريمه الخوخ اكثر، يعني تكون كريمه الخوخ باينه. بالشكل يبقى التزيين شكل يعني اختياري، كل واحد كيف يتفنن، كل واحد كيفاه يدير. جبت هنا الكريمه هذيك ما قصيت لهاش، نحيتها بالشكل هذا حبيباتي. درت لها وريدات هكذا هنايا هكا الشكل هذا وريدات، يعني تستمتعي بالكريمه لي كريمه كما قلت الخوخ، يعني تكون هنا بارزه. هنا قصيت لكم حبيبات، شوفوا الطرايه نتاع العجين يعني والهشاشه، وتشوفوا كذلك الطبقات كيف راهي باينه كل طبقه وحدها. الطبقه الاولى متماسكه، والطبقه الثانيه تاع الكريمه متماسكه صح، طريه الكريمه هكذا باش ما تجيش عباك ديرها ثقيله ثم شغلك طير لك. فلازم تكون يعني طريه كيما اللي كانت لتحت. المهم في الاخير نقول حبيباتي نتمنى الوصفه تاعي تاع اليوم راهي عجبتكم. ما تنسونيش بالجمات، وفي الاخير نقول لكم الا مع السلامه لوصفه اخرى ان شاء الله.